انتشرت في طرق التواصل الاجتماعي، وعادات سودانية وفي بعض القبائل السودانية. والحمد لله رب العالمين، أهل السودان معروفين يا أخواننا بالكرم والشجاعة والمروة وإغراء الضيف وإغاثة الملهوف، قيم فاضلة. لكن في عادات سيئة ومخالفة للشرع. من ضمن هذه العادات، ودي انتشرت الأيام دي الانتشار كثير، انتشار النار في الهشيم، اللي هو جلد الصوت. الواحد يتجلد شنو؟ يتجلد بالصوت، ودي في الأفراح في المناسبات الأعراس وكده. والكلام ده خطأ. ليه يا أخواننا؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والقاعدة المعروفة: لا ضرر ولا ضرار. ليه تضر نفسك؟ ربنا سبحانه وتعالى نفسك دي أداك ليها أمانة وبيسألك منها. أعضاءك دي ذاتها تعذبها من أجل شنو؟ الجلد يا أخواننا يكون في حد من حدود ربنا سبحانه وتعالى. الجلد عقوبة، ما فرح ولا رجالة. لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الجلد يكون في غصف المؤمنات المحصنات، أو تغزف لك مؤمن من غير شهود 80 جلدة كما بين ربنا سبحانه وتعالى. الجلد يكون في حد السرقة، في حد من الحدود. لكن تجلد نفسك من أجل شنو أنت؟ لا ضرر ولا ضرار. فعلا القاعدة دي انطبقت والله في الأمر ده. لأنه هسه الليلة ربما الواحد يجلد نفسه يؤدي إلى الهلاك، يتعفن الجرح ده وممكن يموت، أو يكون ناقل لمرض، مرض الإيدز، يضربك بالصوت ده والدم طلع، يمشي يشيل الصوت ده يضرب به زول تاني، نقل له مرض الإيدز، أدى إلى الهلاك ومات. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى تقول لي شنو ذاته؟ يقول لي والله بسبب جلد الصوت، جلدنا صوت لأنه دي عاداتنا كده، فروسية وشجاعة، ونحن ده تراث بالنسبة لنا. لا، العادة ذاتها إذا كان مخالفة للشرع الواحد ما يأخذ بها، محرمة ما يجوز، موافقة للشرع الحمد لله، لكن فيها هلاك ما يجوز نعمل العادة دي. وما تفتكر إنه جلد الصوت ده مثلا دلالة على الرجولة والفحولة. ممكن يكون سبحان الله أجبن الناس، اللي بيجلد بالصوت ده يكون أجبن الناس، لأنه ربما يكون شارب مخدر، شارب له خمرة، والخمرة بنج، يكون زول جبان ما شجاع ولا أي حاجة يتجلد بالصوت ده. يكون جمع بين محظورين، بين الخمرة وأهلك نفسه، ودي ما رجولة أبدا على الإطلاق. لأنه المواطن ربنا سبحانه وتعالى هو الموطن ربنا سبحانه وتعالى امتدح فيه المؤمنين والرجال، ما المواطن دي. قال الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. للرجال هنا عمروا بيت ربنا سبحانه وتعالى، عمروا المساجد والجمع والجماعات، وسارعوا في الخيرات وفي الصدقات والقربات والإنفاق على أهل بيتهم. دي الرجولة هنا، صلوات في الصف الأول، سارعوا في الخيرات. وقال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دي الرجولة هنا، جهاد في سبيل الله. ونحن محتاجين الآن للرجال، مش محتاجين لرجال يجلدوا بالصوت، محتاجين لرجال يقاتلوا. أقول لكم جزاكم الله خير، عدد كبير الحمد لله من السودانيين
استنفروا وقاتلوا، لكن دايرين العدد الأكبر، محتاجين إنه يقاتلوا الزعامة ديل المتمردين، مردوا خرجوا على الحاكم. فدي الرجولة هنا. لكن تجلي لنفسك وتقول والله يا أخي نحن ده تراثنا ودي قيمنا، لا. المشركين الأوائل وأصحاب البدع قولنا كان شنو؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى مهتدون مما قمنا. يا جماعة يسووا المولد يقول لك مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وحوليات وإشراك ودفوف ودلوكة وزغاريت، يقول لك مما قمنا شنو؟ تشوف العجب، يزغروا تعديل في المديح ذاته بيجي يزغروا زي النسوان. ليه؟ لأنه بيقول لك نحن مما قمنا لقينا أبهاتنا بيعملوا كده. خطأ يا أخي. لو بيقوا ماشيين على ضلال تمشي معهم. كذلك إنه ده يا إخواننا الأمر ده ما يجوز على الإطلاق، لأنه فيه تهلكة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فدي اتركوها لله سبحانه وتعالى، واعرفوا إنه الأمر ده ما يجوز على الإطلاق، محرم عديل، اتركوه لله.